بسم الله الرحمن الرحيم. مقاولة البيع أو المكاتبة أو العقد الابتدائي أو ما تسمى بورقة الدلال، ما هي قيمتها القانونية وما هي آثارها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص القانون على أن البيوع التي تعقد خارج دائرة التسجيل العقاري تكون باطلة ولا قيمة قانونية لها، لأن الشكلية جزء مهم في عقد البيع، والشكلية تقتضي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري. طيب، هل تذهب الأموال التي يدفعها المشتري ولا يستفيد منها إذا نكل البائع؟ هل يضيع حقه؟ هذا ما عالجه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 وتعديله 1426 لسنة 1983. نص القرار الأول على أن حق المشتري في حالة نكول البائع يقتصر على المطالبة بالتعويض، لكنه مع ذلك يستطيع أن يتملك العقار الذي اشتراه جبرا على البائع في حالتين. الحالة الأولى إذا كان قد سكن الدار المهيئة للسكن، إذا كان العقار دارا معدة للسكن وقد سكنها بدون معارضة من البائع. والحالة الثانية إذا كان قد اشترى قطعة أرض معدة للسكن وأحدث فيها منشآت بدون معارضة تحريرية من البائع، فبإمكانه أن يتملكها. ويشترط في المنشآت أن يكون مما يتخذ للسكن، بمعنى آخر يجب أن تكون منشآت معتبرة وذو قيمة وبهيئة يستفاد منها أنها معدة للسكن. ففي هذه الحالة أو في هاتين الحالتين يستطيع المشتري أن يتملك العقار جبرا على البائع عن طريق إقامة دعوى في المحكمة. أما تعديل القرار الذي هو التعديل المرقم 1426 قرار مجلس الثورة المنحل 1426 لسنة 1983، فقد ذكر الأراضي الزراعية التي لم تكن مذكورة في القرار السابق، ونص بما مضمونه أنه من حق المشتري أن يتملك الأرض الزراعية التي اشتراها إذا أحدث فيها مغروسات. ويشترط في المغروسات أن تكون من النوع الذي